عالسلامة ومرحبا بكم وصباح الفل ونهاركم زين ان شاء الله. اليوم مش نعمل مع بعضنا فيديو جديد، طبخة خفيفة. حبيت نوريكم. مرة فاتت عملنا كعبات البريك، بريك تونسي. هذه الباط نتاع البريك. مرة دي خديتها حاضر ما عملتهاش اني. خديت طزينة بريك، وهذايا خديت بطاطا كعبة كبيرة، صمتها حطيت فيها شوية كركم. تو باش نفوحاها بالفلفل الأكحل وبالبسباس. فوحناها كما قلنا لكم، كما تراو كيكه فلفل أكحل وبسباس وكليل. بعد ما صمتناها به عنا جبن موتزاريلا بشرناها وحضرناها بحذانا، وعنا كعبة عظم وكعبة بصلة صغيرة. كعبة بصلة ذي توا مش نقطعها جويدة. هذه كعبة البصل متاعنا حاضرة، تو باش نصبها على الخليط متاعنا، ومش نحطو الموتزاريلا من الفوق. كل به كيما تراو ولات كي العجينة. تخلط فيها البصل وكل البسباس، وكذلك حطينا فتيتة ملح، حطينا زاده شوية في الأكحل والموتزاريلا، خلطناها كل بالباهي. وتو باش نضيفو عليها حار عظام، يعني 4 بيضات. هذا القوام توا متاع الخليط متاع البريك متاعنا. وتوا يا سيدي نحطو طاجيننا على الغاز يسخن بالزيت، ونحشيو كعباتنا ونقليوه به. يا سيدي حلينا كعبات البريك كيما تراو كيكه. كعباتنا حاضرين. خدينا الكعبه الاولى، فما شكون يحط الخليط الكيكه وفما شكون يحب يشكلها كيما يحب هو. مثلا نعملها كيكه باش تكون المنظر بتاعها مزيان وقهوي، ما هي تتاكل في الحالتين هكا ولا هكا كيف كيف به. وناخذوا الخليط متاعنا اللي حضرناه كيما ترى هكا، ونحطو في الوسطى هكاك الخليط. تبدا كعبتنا مزيانه صايرونه احلاها هكاك باهي سيدي. وهذه مش نعملها كعبه محلوله، عاش قلت لك شكلها كيما تحب انت. حط فيها الخليط كيما هكا. والله الخليط دي جربوه، الخليط هذا صدقني فيه بنه مش نورمال. تطرح هكاك شويه وتهز تقليها تحطها في كعباتنا، ونبدا بشويه نعملوا كيكه بالمغرفه الزيت عليه باش تبوج الكعيبه الفوق. فما ناس تضيف الخميره باش تبوج، انا منحبهاش ديما نقول لكم الحاجات الكيماويه منحبهاش، ولا نحبها نحب كان حاجه عاديه طبيعيه. حسينا نعملها كيكه تبوج ونقلبها. وتوا حضروا كعبات البريك نتاعنا، شو محلاهم، محلك المنظر اللي فيهم دوري مزيانين حلوين. شوف شهيو حتى على الماكله. تجم تحضر معاهم سليطه مشويه، تجم تحط معاهم سلطه خضراء اللي تحب انتي. وتوا يا سيدي كان عجبكم محتوانا اكتبوا لي في التعليق شنو رايكم في هالكعيبات هذوما، وعملوا لي ابوني وادخلوا لقناتي فضلا ليس امرا، عملوا لي اشتراك. وتوا نقول لكم شاهي طيبه وبسلامه ان شاء الله في فيديو جديد.